السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم التقديه ديالي ديال الزميته. مشيت تقديت هذا الصباح من المارشي، وقلت علاش اللي ما نشاركهاش مع الاصدقاء ديالي والمتتبعين ديالي. ربما تكون شي بنت مازال ما تقدات قوام الزميته، نفيدها ولو غير شويه بهذا الفيديو هذا. المهم ما بقى والو دابا رمضان ان شاء الله يا ربي. اليوم غدا ان شاء الله الاول ديال شعبان. يلاه بنادم يلاه ينقي، يلاه يغسل، يلاه يوجد. وهذا الشيء ديال الزميته كما عارفين راه تيشد الوقت وتيشد اليد. ضروري بنادم ما يبدا على بكري. راني عفوا راني باديه في هذا الوقت وتنقول راني تعطلت بزاف. المهم مولفه تنبدا قبل من هذا الوقت، تنبدا نصايب الزميته. هذا العام هذا طرخيت بزاف. المهم ماشي مشكل، فوق ما جا الخير ينفع. غادي نوريكم التقديه ديالي اللي تقديت. المهم انا خديت كيلو ونص ديال الزنجلان. هانتوما الزنجلان هذا البلدي. خديت كيلو ونص ديال البلدي، وباقا غناخذ ان شاء الله نص كيلو ديال الرومي. باش غادي ندير كيلو ولا كيلو وربع في الزميته، ونهز شويه اللي غندير في الشباكيه، ونخلي شويه ان شاء الله يا ربي الى حيانا سيدي ربي للرغيفه ان شاء الله يا ربي. المهم من هذا البلدي تيكون المذاق ديالو زوين. وداك الرومي اللي غادي نشري مازال ما خديتوش، عاد تنقول ناخذو نص كيلو هذاك، غير الا بغينا هكا القريشلات من فوق اولا خبيزات اولا الشباكيه هكا تترشي عليها من فوق. المهم غير الرشه. اما المذاق اللي بغى ياخذ واخا راه غالي شويه في الثمن، ولكن راه البلدي راه لا علاقه له بالرومي. المذاق ديال البلدي بوحديته والمذاق ديال الرومي بوحديته. المهم هذا البلدي من تتمضغيه تلقاي فيه النسمه والنكهه ديال الزنجلان، وتيكون زوين المذاق ديالو، وتا اللون ديالو تيكون مصفر، والحبه ديالو ما غليظاش بزاف. هانتوما راكم كلشي تتشوفوه، ولكن راه المذاق ديالو كما قلت لكم لا علاقه مع الرومي. غير هذا كيقال للرومي غير الرشال صافي ترشوا به هكايا شي حاجه من فوق وصافي. المهم هذا كما قلت لكم البلدي خديته ب70 درهم للكيلو. خديت انا كما قلت لكم كيلو ونص. الرومي تيدير 30 درهم 35 درهم للكيلو. المهم هذاك السيد انا اللي تناخذ من عنده الله يعمرها سلعه، والسلعه ديالو تبارك الله نقيه وزوينه. المهم الا لقيت واحد الفيديو ملي كنت غاده في الطريق وصورت لكم المحل، الناس اللي ساكنين هنايا في مكناس وبغاو يمشيو ياخذوا من عنده، انا ما تندير له لا اشهار لا حتى حاجه. راه السلعه ديالو تبارك الله راه دايره له الاشهار بلا ما ندير له انا الاشهار. سلعته راه شهره، السلعه ديالو نقيه وزوينه. المهم واحد الفيديو راني صورته ملي كنت غاده وصورت المحل. الا لقيتو غادي نحط لكم في اول الفيديو. الا ما لقيتوش تمسح ليا صافي. المهم راه البنات اللي ساكنين هنا في مكناس راه في المارشي ديال الهديم سميتو شاهد. السلعه ديالو رائعه. انا كانت قالتها لي نزار، قناه نزار ساكنه هي هنا في مكناس. قالت لي الا بغيتي تاخدي الزنجلان اولا القوام ديال الزميته اولا العطريه سيري عنده. راه من زمان قالت لي وانا تنتصارف معاه، سلعته زوينه. هادشي قالتها لي عام الاول. خديت من عنده عام الاول، جربت السلعه ديالو عجبتني. من تما وانا تناخذ من عنده العطريه، تناخذ من عنده كلشي اي حاجه احتاجيتها تنمشي تناخذها من عنده واخا بعيد عليا. طاكسي راه تتوصل فين ما مشيت. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. قلت لكم الزنجلان كيلو ونص ب 1400 للكيلو. خديت كيلو ديال اللوز. انا ما غنديرش الزميته كثيره لحقاش الدراري ما تياكلوهاش بزاف، ودابا كما قلت لكم الوقت مشى. يعني كون كان درتها بكري كون درتها كانت غادي تنكل، كون درتها في رجب وتبقى لي شعبان ورمضان، رجب وشعبان ورمضان كون غادي تنكل تتعجبهم قبل رمضان. اما في رمضان تبارك الله راكم عارفين الخير تيكون موجود، وتيكونوا ها الخبيزات هذاك البسطيلات هذه تبارك الله راه كل واحد خيره في دارو.
ما تتنكد لياش الزميته بزاف. يلاه كي الطبسيل كي تنحطوه تنوليو نعاودو نهزوه نعاودو نحطوه غير جا شي حد وصافي. ما هكايا تنكل في رمضان ما تتنكلش. دابا تنقول انا الا سهل الله وهذا سميتو اليوم ان شاء الله غادي نغسل الزنجلان وغنقيه على الاقل نوجدها تبقى لرمضان واحد 15 يوم ولا 20 يوم، بعدا تكون واجده ياكلوها ديك 20 يوم. تياكلوها قبل رمضان تياكلوها مور رمضان، اما في رمضان راه ما تياكلوهاش ما تيدوروش بها. انا براسي ما تناكلهاش. المهم ها نتوما هذا قوت عليكم قوه بلا بلا. المهم خديت هذا اللوز البلدي حتى هو 2200 110 دراهم. هانتوما زوين راني دقتو ما فيهش المر وما مهرش وتبارك الله الحبه ديالو غليظه واخا رومي. هانتوما كما تشوفوا خديت كيلو، خديت كيلو ديال هاد الكاوكاو البلدي الرقيق. هذا خلاص تنحمرو في الفران، تنحمرو في الفران وتنقشروه. هذا كيلو، هذا ب 35 درهم، 35 درهم للكيلو. هذا كاوكاو المفسوخ، هذا خلاص تندير له في المطايب تنخليه تينشف، اما تندهنو غير بالزيت ونخشيه في الفران. دابا ان شاء الله يا ربي غندهنو غير بالزيت ونخشيه في الفران، ما غاديش نقليه، تندهنو بالزيت ونخشيه في الفران صافي. تنطحنو ماشي خلاص كل واحد على حساب الزميطه ديالو، كاين اللي تيطحنها تيدعقها وكاين اللي تيخليها مفرشه. المهم انا غادي ندهنو بالزيت وغنخشيه في الفران حتى يتحمر. اللوز خلاص تنخشيه في الفران، تنحمرو في الفران ما تنقليهش في الزيت. بعد المره شي مرات اللي تنقلي النص والنص تنديرو في الفران. ومن الاحسن اللوز تيدار في الفران تيجي المهم صحي، راه صحي والمذاق تيجي فيه مذاق واعر وزوين احسن من اللي مقلي. صافي هادشي اللي خديت هنايا النوافع كوم الاثمنه خلاص ديال هذا 40 درهم، هذا 40 درهم ديال هاد الكاوكاو المفسوخ. خديت النوافع، خديت النافع البستاني والنافع هذا البلدي وحبه حلاوه. هانتوما 3 النوافع. المهم انا راه تيتغلطوا لي ما تنعرفش البلدي هو اللي تيكون رقيق. هانتوما وراه باين نقي، نقرب لكم الكاميرا تشوفوا ما فيه لا. المهم ضروري ما غادي يتنقى، ضروري ما غادي يتنفض، ولكن هذا النوافع ما تيتغسلوش. الزنجلان واخا تيتغسل ولكن النوافع ما تيتغسلوش، الا تغسلوا تيكحالوا. هانتوما تبارك الله كنقي وزوين. هذا هو النافع البلدي، هو هذا تيكون رقيق وهو اللي تيكون فيه تنقيه بزاف، خص بنادم ينقي ويعاود راه نقي. المهم دابا غنغسل الزنجلان هو الاول ونبدا بهادو نقيهم هما الاولى على ما يبس لي الزنجلان. هادو 30 درهم الرابعه الكبيره، رابعه كبيره 30 درهم بحال الاثمنه ديالهم بحال بثلاثه. النوافع كما قلت لكم راه ما غنديرهمش كاملين، غنقيهم وغنديرهم في واحد القرعه ديال الزاج. المهم اللي غادي نديرو غادي نطحنو واللي غادي يبقى غنديرو في قرعه الزاج. خديت هنا القرفه خديتها مطحونه، حتى جيت عاد قلت كون جبتها عواد حتى نطحنها راسي، ولكن حتى هذه راه باينه ريحتها راه عاطيه تبارك الله، ريحتها زوينه. المهم غادي نهز القياس اللي غادي ندير، شريت انا ربعه كبيره والاخر غادي نخليه بحال النوافع، ما غاديش ندير كلشي. المهم غنهز غير القياس. خديت سكر كلاصي خديت كيلو حتى هو غندير غير القياس، ما غنديرش كلشي حتى نشوف. المهم على حساب الحلاوه. خديت المسكه الحره، خديت 15 درهم ديال المسكه الحره. المهم المسكه الحره ملي تبغيو تشريو المسكه الحره هزوا واحد الطريقه وديروها في فمكم ومضغوها، الا هي متمضغات ولات بحال شوينغوم وتتمضغ عرفوها راها مسكه حره.
ترملات ولات بحال الرمله، عرفوا هذاك راه ماشي مسكه حره، ما حتى شي حاجه، هذيك تيكون تيقول لك الجاوي واقيلا الله اعلم، تيديروه بلاصه المسكه الحره. والمسكه الحره عندها واحد النسمه خاصه ديالها، راكم كاملين تعرفوا كيفاش المسكه الحره تكون فيها واحد النسمه ديالها. الا ما لقيتوش فيها هذيك النسمه وما لقيتوها تتفرتت، تعرفوها بان راه ماشي مسكه، ما تشريوهاش. المهم خديت 15 درهم. خديت هنايا شويه ديال الزعفران الحر، هذا 30 درهم. المهم تحتاج بزاف هذيك الطياب، وتحتاج المهم راكم عارفين تحتاج بزاف الزعفران الحر. خديت هذا 30 درهم. وخديت شويه ديال العطريه ديال الحوت، العطريه ديال بسطيله ديال الحوت. المهم هادشي اللي خديت. بقى لي خاصني الزبده، خاصني الزيت. المهم ماشي مشكل، غادي نولي نعاود نخرج هذه الزبده والزيت غناخذهم غير من الهري هنا حدايا. هادشي حيت هبطت عليه المدينه بعيد، داكشي علاش جبته. خلاصوا الزبده والزيت نمشي لهم للمدينه، تنمشي لهم للهري. المهم هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، نتمنى انه يعجبكم وتلقاو فيه ان شاء الله يا ربي شي افاده اللي تنفعكم، اللي ما عارفش الاثمنه. ها هو المهم انا قلت لكم الاثمنه اللي كاين هنا في مكناس وبغى يمشي ياخذ من عند هذاك السيد، راه السلعه ديالو قلت لكم راه شاكره، والسلعه ديالو هي دايره له الاشهار بلا ما ندير له انا الاشهار. والمهم هذا هو الفيديو ديالي، نتمنى يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. ولا عجبكم ما تنساونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج مع العائله والاحباب لتعم الفائده. وخليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله. سلامه.